يترقب عشاق الساحرة المستديرة نهائي كأس إفريقيا الذي سيجمع بين منتخب المغرب ومنتخب السنغال على ملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط مساء الأحد المقبل، حيث يصل المونديال الأفريقي الذي انطلق يوم 21 من دجنبر الماضي إلى محطته الأخيرة، حيث سيتوج بطل جديد بعد خروج حامل اللقب كوت ديفوار من الدور الربع النهائي. تنطلق المباراة الكبيرة وهذا الموعد التاريخي، المغرب ضد السنغال في نهائي كأس أفريقيا 2025 اليوم الأحد في تمام 8 مساء بتوقيت الرباط. وستبث المباراة عبر قناة بين سبورتس وقناة المغربية الأرضية. وقد نجح المنتخب المغربي في التأهل إلى النهائي بعد فوزه على نيجيريا بركلات الترجيح، فيما تأهل منتخب السنغال بعد الفوز على منتخب مصر في نصف النهائي الذي أقيم على ملعب طنجة ب1-0 ليقوده نحو مواجهة الحلم أمام أسود الأطلس. ويبحث المنتخب المغربي عن التتويج باللقب للمرة الثانية في تاريخه بعد نسخة 1976، فيما ستكون هذه ثالث مرة يشارك فيها المغرب في المباراة النهائية بعد نهائي 1976 و2004. أما السنغال فتصل إلى النهائي للمرة الرابعة في تاريخها بعد أعوام 2002 و2019 و2022، علما بأنها بلغت نصف النهائي 6 مرات من بينها نسخة 2006 مع مصر، ليؤكد منتخب السنغال حضوره القوي في النسخ الأخيرة من البطولة. وقد حقق ساديو ماني نجم منتخب السنغال العديد من الأرقام القياسية بعدما ساهم في صعود منتخب بلاده إلى المباراة النهائية في بطولة كأس أفريقيا 2025 المقامة حالياً في المغرب. واصل ساديو ماني صناعة التاريخ بعدما سجل هدف الفوز الحاسم في شباك منتخب مصر في المباراة التي جمعتهما بمدينة طنجة ضمن منافسات الدور نصف النهائي، هدف لم يمنح السنغال بطاقة العبور إلى النهائي فحسب، بل حمل قيمة تاريخية كبيرة للنجم السنغالي. فبهذا الهدف رفع ساديو ماني رصيده إلى 11 هدفاً في تاريخ مشاركاته بكأس الأفريقية، ليعادل رقم محمد صلاح وحسام حسن، وينضم إلى نخبة الهدافين التاريخيين للبطولة القارية. ولم تتوقف بصمات ساديو ماني عند حدود التسجيل، إذ بلغ إجمالي مساهماته التهديفية في أفريقيا 20 مساهمة مباشرة من خلال أهداف وتمريرات حاسمة، ليحتل المركز الثاني في قائمة الأكثر مساهمة تهديفية في تاريخ البطولة خلال القرن 21 خلف الأسطورة الكاميرونية سامويل إيتو. كما يعد صاحب الرقم القياسي في هذا القرن ب11 هدفاً و9 تمريرات حاسمة. وعلى صعيد المشاركة بدأ ساديو ماني المباراة أساسياً منذ الدقيقة الأولى، ليصبح أكثر لاعب مشاركة أساسياً في تاريخ كأس أفريقيا برصيد 28 مباراة، مناصفة مع الإيفواري كولو توري في إنجاز جديد يضاف لمسيرته القارية الحافلة. واختتم ساديو ماني سلسلة أرقامه بتسجيل الهدف الذي حمل الرقم 120 في نسخة كأس أفريقيا 2025 بالمغرب، محققاً رقماً قياسياً جديداً لأكثر عدد أهداف في نسخة واحدة، متجاوزاً رقم النسخة الماضية في كوت ديفوار التي شهدت تسجيل 119 هدفاً. لتؤكد البطولة الحالية أنها نسخة استثنائية بكل المقاييس. أما المنتخب المغربي فقد تأهل إلى نهائي بطولة كأس أفريقيا 2025 بعد فوزه على نظيره المنتخب النيجيري بركلات الترجيح، عقب نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله ضمن منافسات الدور نصف النهائي. جاء الشوط الأول من اللقاء متوسط المستوى من الجانبين، حيث كان المنتخب المغربي الأكثر سيطرة على مجريات اللعب، ولكن دون خطورة كبيرة على مرمى المنتخب النيجيري. واستمرت النتيجة على حالها في الشوط الثاني، ليلجأ المنتخبين إلى الأشواط الإضافية، وواصل التعادل السلبي على الشوطين الإضافيين ليلجأ المنتخبين إلى ركلات الترجيح. هكذا يوظف المغرب كرة القدم كقوة ناعمة عابرة للحدود.
في الوقت الذي لا يزال كأس إفريقيا للأمم 2025 الذي يحتضنه المغرب إلى غاية 18 من يناير الجاري يتواصل وسط متابعة إعلامية وجماهيرية واسعة، سلط تقرير فرنسي الضوء على الكيفية التي تحولت بها كرة القدم إلى إحدى أدوات النفوذ الرمزي للمملكة في إفريقيا وعلى الساحة الدولية، معتبراً أن ما جرى تحقيقه خلال العقد الأخير يتجاوز منطق الإنجاز الرياضي إلى منطق السياسة العمومية والقوة الناعمة. التقرير الذي نشره موقع أويست فرانس اعتبر أن تنظيم الكان ثم الفوز بشرف التنظيم المشترك لكأس العالم 2030 إلى جانب إسبانيا والبرتغال لم يكونا محض نجاحين تقنيين، بل نتيجة مسار استراتيجي طويل أعاد خلاله المغرب بناء منظومته الكروية ورسخ موقعه كشريك موثوق داخل النظام الرياضي الدولي بعد سنوات من الحضور المحدود والتأثير النسبي. وبحسب التقرير فإن نقطة التحول الأساسية تعود إلى سنة 2014 مع انطلاق إصلاحات هيكلية شملت الحكام والبنيات التحتية ومراكز التكوين وتعزيز التمثيلية داخل الهيئات القارية والدولية في سياق دعم سياسي ومؤسساتي جعل من كرة القدم خياراً استراتيجياً وليس مجرد قطاع ترفيهي. هذا التوجه يضيف التقرير أتاح للمغرب أن ينتقل من منطق الترشح المتكرر إلى منطق الفعل والشراكة والتأثير. وبهذا المعنى اعتبر التقرير أن الملاعب في المغرب لم تعد مجرد فضاءات للفرجة، بل تحولت إلى منصات رمزية لإنتاج صورة بلد يسعى إلى تثبيت موقعه كقوة إقليمية هادئة تراهن على كرة القدم كأداة استراتيجية في معركة الصورة والتموقع والنفوذ.